السلام عليكم، مرحبا بكم شويه بشرى. كون ديتي بشرى نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. لتحضير الفطير المورقه ديالنا اولا الفطيره بالدجاج عندي كيلو ديال العجين مورق، عجين مورق منزلي اللي فايت ليا حضرت في القناه، حضرت به العديد من الوصفات. غتلقاو الرابط ديالو اسفل الفيديو. كنقسم هاد القطعه ديالي ديال العجين المورق لنصفين، قطعه غادي نستعملها كقاعده للفطيره وقطعه غادي نغطي بها الحشوه اللي غادي ندير في الفطيره. كنطلق هاد القطعه ديال العجين على مساحه ديال 40 سنتيم تقريبا، كنحيد ليها الحروف ديالها اللي زايدين، كنقاد الجوانب. فطيره رائعه لذيذه اللي كنتناولوها غدا او عشاء او لا حتى في الكاسكروت، خصوصا في الصيف كنتعشاو اولا كنديروا كاسكروت معطل. كنكفي حتى 8 ديال الاشخاص. كنورقها بهذا القسمك هذا اللي كتشوفوا، غادي نهزها ونحطها مباشره في الطاوه ديال الفرن. الطاوه ديال الفرن اللي كندهنوها اولا كنفرشوا لها الورق كيف درت. غادي نجيب بيك بات اولا فورشيت وغادي نثقب هذا العجين ديالي باش يجيني مقرمش، وكندير واحد المسحه ديال المطرد. مطرد بالنسبه للعجين اللي استعملناه الملح كيلذذ لينا العجين بواحد الشكل رائع. كندهن الاطراف ديال العجينه ديالي بالبيض باش لاصق ما بين القطعتين ديال العجين بجوج. فطيره رائعه ولذيذه واللي كتعجب الوليدات خصوصا. كنستعمل عندي هنايا 350 غرام ديال صدر ديال الدجاج اللي قطعته مربعات صغيره، اللي شحرته في الزيت، ابزار، ملح، ثومه والمطرد، وكنديرو في الصفايه في الاخير باش الا فيه سوائل تهبط منه ويجينا الحشو ديالنا ما يجيناش فازق اولا فيه السوائل. كنوزع داك الدجاج فوق القطعه ديال العجين. عندي كذلك واحد جوج بصلات متوسطين اللي قطعتهم شنانف وشحرتها في الزبده والزيت حتى كيخرج داك المذاق ديال البصله مشحره، كتجي ديك الحلاوه ديال البصله مشحره. كنوزع هذيك البصله فوق الدجاج، كنحرص على انني نوزع ديك البصله فوق الدجاج كامل. وكنجيب واحد كميه ديال لا شاركيتري، واحد 80 غرام تقريبا اللي قطعتها، ديك رومي مدخن كيجي لذيذ حتى هو كيلذذ لينا هاد الحشوه بطريقه رائعه. كنجيب البيشاميل حضرتها بنصف لتر ديال الحليب، غادي نستعمل نصف الكميه فقط، يعني ربع لتر ديال الحليب كافي باش نحضروا لهاد الفطيره هذه، وغادي نحتفظ بالباقي لاستعمال اخر. كنوزع البيشاميل ديالي فوق الحشوه، حشوه لذيذه غادي يوليو وليداتكم يطلبوها لكم. كتجي رائعه وسهل التحضير، خصوصا الا كان عندنا العجين المورق في المنزل. عندي هنا 150 غرام ديال الفرomاج، خليط ما بين الموتزاريلا والفرomاج احمر. 100 غرام ديال الموتزاريلا و50 غرام ديال الفرomاج احمر استعملت انا هنايا. غادي نوزع داك الفرomاج فوق من داك الحشو، فرomاج، بيشاميل، ديك رومي، دجاج، بصله مشحره، كل هاد العناصر وكيعطي واحد المزيج رائع، واحد اللذه، واحد التناغم في المذاق اللي غادي يعجبكم اكيد. كنغطي الحشوه ديالي بالقطعه الاخرى ديال العجين المورق. غادي نحيد هذوك الحروف اللي زايدين باش يبان التوراق ديال الفطيره ديالنا. كنتمنى ما تنساوش الضغط على زر اللايك، واذا كانت اول زياره على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. كنتمنى المزيد من التفاعل مع القناه، ولو انني قليله الحضور للمشاغل اليوميه وحتى قله التفاعل. حتى التفاعل كيحفز وكيخليك تعطي كتوجد افكار، كتوجد وصفات كتبارطاجيها مع المتتبعين العزاز. كندير خطوط فوق. دهنت الفطيره ديالي بصفار بيضاء اللي ضفت عليه الكريمه ديال الطبخ، كريمه سائله كتعطي واحد اللمعه رائعه للفطيره ديالنا. وكندير خطوط مائله وكنعاود بخطوط مائله ما بين الصفوفه اللي كنغير لها الاتجاه مره اخرى. الجوانب كذلك كنشنفهم هكا بالموس. كيبقى تزيين اختياري، تديروا الاشكال اللي كتفضلوا او اللي كتبغيو. وكنزين في الاخير بالبافو وبجنجلان بيض. كيبقى تزيين اختياري، تقدروا ما ديروش زنجلان اولا البافو، كيبقى
اضافه اللي يمكن نديروها، يمكن نحذفوها، ولكن كتعطي فرق في التزيين. فهاد اثناء الفرن ساخن على 240 درجه. كيف كتعرفوا العجين المورق راه كيبغي في الاول ديال الطهي ديالو حراره مرتفعه. كملت التزيين ديال الفطيره ديالي، غندخلها الفرن ساخن على 240 درجه لمده ديال 10 دقائق الاولى. باقي المده ديال الطهي اللي كتمشي حتى ل 35 دقيقه على ادنى درجه باش كتورق الفطيره ديالنا وكتزيد تقرمش وكتحمر. هذا هو الشكل ديال الفطيره ديالي بعد ما وجدات مقرمشه مورقه، كتجمع ما بين القرمشه ما بين التوراق وما بين التعليكه. هذا مقطع من الفطيره، فطيره رائعه. غادي تشوفوا الشكل ديال الحشو كيفاش كيجي وسط منها، كتجي طيبه من الاسفل كيف كتشوفوا. كتجي ديك الحشوه معلكه وسط منها وكتجي مورقه في نفس الوقت ومقرمشه. ما كيبقى لي الا نقول لكم شكرا على المشاهده ديالكم، شكرا على الدعم ديالكم. تنقول لكم الى اللقاء فيديو قادم بحول الله.